من وقت ما عرفت ان جون جاك نادالا هو اللي هيحكم الفاينل ما بين السنغال والمغرب، قلت النهارده هيحصل موضوع كبير بسبب التحكيم، والحمد لله كان في محله كلامي وممكن ترجعوا للفيديو. حكم من الكونغو وعايش طول حياته في المغرب، ازاي هيحكم مباراة الطرف التاني فيها هو المغرب في النهائي؟ ازاي يعني؟ اقنعني ازاي الكاف جابه على انه اساس وحطه؟ طب ما طبيعي هينحاز للمغرب، يا جماعة في ايه؟ حاجات غريبة بتحصل. هدف صحيح 100%، التحام طبيعي ما بين أشرف حكيمي ولاعب السنغال من غير حتى ما يرجع للفار ولغاه، وبعدها بيحسب ضربة جزاء وهمية لإبراهيم دياز. إبراهيم دياز يضيعها بطريقة غريبة، بيعمل لي بانينكا. في إيه يا عم الحاج؟ بانينكا إيه اللي بتعملها؟ ده أنت كنت هتاخد البطولة لو دخلت، كان آخر كرة في المباراة. وعشان عدل ربنا في الأشواط الإضافية يحطوا فيك هدف، وكان هيحطوا التاني والتالت لولا ياسين بونو. بالرغم من كل المغاربة ومشجعين المنتخب المغربي كانوا بيصفروا على النشيد الوطني المصري، بس حابب أقول لهم هارد لك وألف مبروك للمنتخب السنغالي.